السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه كده في الفيديو مع بعض. هنعمل بقى كده جندفلي بطريقة سهلة وجميلة جدا، حاجة كده بيتقال عليها مقبلات البحر، جميلة جدا وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. قبل ما نبدأ بقى الوصفة بتاعتنا، حابة بقى افكركم كده، لو انتوا جداد في قناتي واول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. وما تنسوش بقى تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، وبشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتساعدني دايما، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. يلا بقى كده نبدأ الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة بقى كده معانا الجندفلي، وطبعا الجندفلي بيحتاج غسيل كتير، يعني بنفضل ننقعه في مية ونغير المية عليه كده كل شوية لحد ما نلاقي المية بقت خلاص صافية كده عليه ومفيش فيه اي رمل، عشان واحنا بناكله مفيش اي حاجة تضايقنا. ولو لقينا كده كام واحدة جندفلي ما فتحتش معانا، بنحطه في مية مغلية وهنلاقي كله فتح معانا بكل سهولة. وتأكدوا طبعا من الغسيل ان هو مغسول كويس، وبرجع بقى انقعه كده في ملح وليمون لحد ما يبقى معايا نضيف خالص، والمية بتاعته رايقة بالشكل ده كده، مفيش ما فيش في المية ولا رملاية، كده بقى يكون نضيف وناكله واحنا مطمنين. بعد كده بقى معايا بقى كمان جزر مبشور بالشكل ده كده، ومعايا كمان كزبرة متقطعة ناعم بالشكل ده كده، ونص ليمونة وفصين من التوم او 3 فصوص من التوم، وبصل مقطعه لمكعبات صغيرة بالشكل ده كده، وبهارات سمك وكزبرة وكمون وملح، ومعانا بقى كده زبدة وزيت. يلا بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا. هنيجي بقى كده في طاسة على النار ونضيف فيها الزيت بالشكل ده الزبدة بالشكل ده كده، وبعدين هنضيف الزيت. يبقى ضفنا كده في الطاسة الزبدة والزيت، هنستنى كده لما الزبدة تسيح معانا بالشكل ده كده. اول حاجة بقى هنضيفها وهي البصل اللي احنا مقطعينه لمكعبات صغيرة بالشكل ده، هنديله بقى تشويحة كده، مش هنخليه يحمر ولا ياخد لون، هنخليه بس ياخد تشويحة كده. وطبعا بقى الجندفلي من الحاجات اللي مش بتاخد وقت على النار خالص. هنجيب بقى كمان بعد ما البصل اخد تشويحة كده، هنجيب بقى فصين التوم ونفرمهم بالشكل ده كده، ونديلهم بقى تشويحة كده مع البصل. بعد كده بقى هنضيف الجندفلي بتاعنا بالشكل ده، ونديله بقى تقليبة كده حلوة مع البصل والثوم. اللي وصل معايا بقى لحد هنا ما تنسوش تضغطوا لي لايك كده يا حلوين. هنضيف بقى كده الجزر، هنضيف بقى كده نص معلقة من الكمون، وبعدين نص معلقة من الكزبرة، ونص معلقة بهارات سمك، وطبعا بقى نظبط الملح كده حسب الرغبة، مش هنزود بقى بهارات كتير عشان ما تغيرش معانا من طعم الجندفل. طبعا بقى لو حابين تضيفوا حاجة بتحبوا طعمها عادي. ونقلب بقى كده، وهنضيف بقى كده مج كده من بتاع الشوربة مية، ونديله بقى تقليبة كده، ومش هياخد بقى معانا على النار اكتر من 5 دقايق، يعني هما 3 دقايق حلوين قوي عليه، لانه لما بياخد وقت كتير على النار بيجلد كده وطعمه مش بيكون حلو. هنضيف بقى كده فص ثوم مفروم ناعم بالشكل ده كده في الوقت ده، بيديله بقى طعم جميل جدا، بيخلي برضو طبق الشوربة اللي هيطلع منه في الاخر كده طعمه حاجة تانية. وندي بقى كده عصرة نص ليمونة، ونديله بقى تقليبة حلوة كده. واخر حاجة خالص معانا بقى كده وهي رشة الكزبرة اللي احنا مقطعينها ناعم بقى بالشكل ده كده. اخر حاجة نقوم ضايفين الكزبرة كده وتشويحة، ونقدمه بقى مع بعض. يلا بقى نقدمه مع بعض ونشوف الجمال والحلاوة دي بتقول ايه. هنقدمه بقى كده مع بعض بالشكل ده، بجد ريحته جميلة جدا وطعمه جميل. قولولي بقى في الكومنتات بتعملوه بأنهي طريقة وبتحبوه ولا لأ. طريقته بقى سهلة وبسيطة جدا ومبتاخدش منك اي وقت خالص، يعني في ثانية كده بتلاقيكي خلصتيه. ده بقى شكله كده النهائي بعد بقى ما قدمناه مع بعض كده.
زي ما اتفقنا ما تخلوش ياخد منك وقت كتير على النار علشان هيجلد ويبقى طعمه معاكي مش حلو. عند بقى ما نيجي نقدمه بقى كده خلاص وهناكل، نديله بقى كمان عصرة نص ليمونة، بجد بتخلي طعمه جميل جدا. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تجربوها على طريقتي وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وكمان ما تنسوش تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ودمتم في رعاية الله.